بداية أتوجه بالتحية لجميع المتابعين عندي بهذه القناة، وأطلب منكم إذا تفضلتم مشكورين تفعيل زر الاشتراك والمتابعة لكي يصلكم كل جديد. بطبيعة الحال أنقل لكم هذا الخبر العاجل، حيث أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي بالجزائر وفي ندوة صحفية مساء اليوم الأحد 8 سبتمبر عن نتائج الانتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت يوم أمس السبت. بطبيعة الحال كما كان متوقعا، فقد حصل المترشح الحر عبد المجيد تبون على أزيد من 5 ملايين صوت، أي بنسبة 94.65%. مرشح حركة مجتمع السلم حساني شريف عبد العال حصل على 178,797 صوت، أي ما نسبته 3.17%. مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش حصل على 122,000 صوت و146، أي ما نسبته 2.16%. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي.